أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم إن شاء الله جبت لكم روسيت سهلة وخفيفة وبنينة حبوها كبار وصغار، اللي هي الكاروت كيك أو كيك الجزر. إن شاء الله تعجبكم الروسيت، اقعدوا معايا باش تتبعوا المراحل. بالنسبة للزانغريديان خذيت 250 غرام فرينة، 300 غرام سكر، 4 كعبات سفنارية ربيتهم، حار عظم، 200 غرام زوزة هروشتها شوية ما رحيتهاش برشا، شوية بركة ماذا بيكم حتى بالسكينة يكفي. خذيت شطر قرطاس كربوناتو وشطر قرطاس خميرة تاع جاتو، قرطاس سكر فاني، شوية قرفة، شوية نواد مسكاد، وكاس زيت نباتي مش زيت زيتون ومش زبدة. اول حاجه حطيت الاربع كعبات عظم، بعد حطيت السكر وركبتهم بالكدا حتى لين ولا خليط متجانس بالكدا ولونه ابيض. ماذا بيكم العظم يكون بحرارة الغرفة، ماذا بيكم تخرجوه من قبل من الفريجيدير. توا يسوفي كملت ركبت العظم والسكر باش نصب الزيت النباتي بشويه بشويه ونكمل نركض بالكدا. توا دون سون بول باش نحط الفرينة، باش نحط الخميرة كربوناتو، شوية ملح، شوية قرفة، شوية نواد مسكاد، ونخلطهم الكل في بعضهم، معناتها الشايح الكل مع بعضه. باش نعمل طروف في الوسط ونصب الخليط نتاع العظم، بعد نسيسهم ونخلطهم بالسياسة. يسوفي تخلط الخليط هذاك بالكدا باش نكمل نحط فوقه الجزر ونحط فوقه الزوزة ونخلطهم الزوز بالكدا. توا انا كنت حضرت الطبق نتاعي من قبل، دهنته بشويه زبده وفرينه وحطيته في الفريجيدير. توا باش نصب فيه الخليط نتاعي ونستويه بالكدا، نحطه في الكوشه 160 دوغري لمده ساعه. وردوا بالكم ما تزيدوش في التمبيراتور نتاع الكوشه خاطر تتحرق، لازمها تطيب سله. انا اخترت المول هذه سيتان شوا، راهو تنجموا تحطوا في اي مول تحبوا عليها، تنجموا تعملوها حتى في فورم كيك، معناها تحطوها في المول بتاع الكيك، اما انا حبيت على الفورمه المدوره هذه، اما تنجموا كيما قلت لكم تعملوها في الفورم اللي تحبوا عليها. بالنسبه للجناش اللي باش نزين بيه، انا حطيت 150 غرام فرomاج تشيز فيلادلفيا، تنجموا تحطوا اي نوع تحبوا عليه، 60 غرام سكر غلاس، 50 غرام زبده وأغوم دو فاني. توا باش نحط الفرomاج تشيز ونحط الزبده، ماذا بيكم الزبده تكون بحراره الغرفه ما تلقاهاش يابسه، ونركضهم مع بعضهم ابري 10 مينوت. توا بعد ما تركضوا بالكدا باش نحط سكر غلاس ولاغوم دو فاني ونركضهم مع بعضهم الكل ابري 10 مينوت. وردوا بالكم ليتاب نتاع الركضان هذه مهمه ياسر باش الكريم تشد روحها، لازمكم تركضوها بالكدا. اللي يحب يعوض الكريم هذه بكريم شانتيه ولا اي غناش يحب عليه ينجم يعوضها، اما حسب تجربتي في الكيك هذيا ابن حاجه بالكريم تشيز تجي بنينه برشا. اون بلوس تنجموا تعملوها بلاش بالكل، معناتها بلاش غناش جبنه زاده تجي بنينه وما تقول شيء.
توا سي خرجت الكيك من الكوشة ونحيته من الطبق، خليته يبرد في عقله، والجناش كيف كملت خدمته وحطيته في الفريجيدير حتى لين برد بالكدا. توا باش نزينها شوية من فوق، جوست الجناش باش نحطه من فوق كهو بيان سور. من بعد كل واحد حر، بالنسبة للناس البروفيسيونيل ينجموا يستعملوا دي تكنيك خير مني أنا، خاطرني أنا مانيش بروفيسيونيل، أنا جوست هاوية. اما حبيت نعمل طريقه نتاع تزيين سامبل على الاخر، جوست حطيت الكريم من فوق وكهو باش نزينها من بعد شويه زوزه وشويه ديفورم نتاع كاروت بالبات دامونت. توا الجاتو متاعي كمل. بصراحة روسيت هايلة ياسر، ننصحكم بها، جربوها ومن بعد احكموا. وماذا بيا لو كان تخلولي رايكم في ميساج، بصراحة سا مي في بليزير، وان شاء الله تعجبكم الروسيت. تاكلوا بشفاء ان شاء الله، وما تنساوش ابونيفو واضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد. وبسلامة.